الله. اسم الأم صبيحة، مواليد 1987، الريف الشمالي، صندف. احكي لنا بداية العمل لما اجى لعندك قاويرة، مين هو وش قال لك؟ اجاني محمد قاويرة بالشهر الرابع الخامس 2013. عرض علي نساوي لجان شعبية خلايا نايمة بالريف الشمالي، وضمن هالخلية انه ما نتحرك وما نسوي شيء لبين ما يجينا الجيش النظام يصير جنبنا بالضياع نتحرك معه على هالاساس. وعرض الشغل واشتغل عليه. استلم القيادة عبد الغفور عز الدين، وابنه كمال واولاده. اسماء الخلية. الاب عبد الغفور عز الدين، اولاده محمد عز الدين ابن عبد الغفور، خالد عز الدين ابن عبد الغفور، كمال عز الدين ابن عبد الغفور، سمير عز الدين ابن عبد الغفور، مالك عز الدين ابن عبد الغفور. ثلاثة من بيت شوكان اللي هو علي شوكان ابن يوسف، واحمد السامي شوكان، احمد شوكان ابن سامي، ومحمد شوكان ابن محمود. وانا انضميت معهم يعني بمقابل يزودوني بالمال والسلاح. وصلكم المال والسلاح ولا كنتم موعودين؟ موعودين لسه، ما وصلنا لا مال ولا سلاح، موعودين يجينا مال وسلاح على اساس تستلم الموضوع كمال وابوه. وارتفعوا 5 اسماء. اسماء مين؟ ارتفعوا 5 اسماء مشان يسوي لجان شعبيه يلي هو عبد الغفور واولاده 5 يلي هن. نحن لسه بالدفعه اللي بعدها بده يجيبوا لنا هي قال. طيب بالنسبه لمحمد قاويرة لما تواصل معك، اجاني محمد قاويرة بالشهر الرابع 2013 بالخامس يعني اجاني لعندي، وكان قال لي انكشفت يا محمود انا وبدي انزل على البلد. قلت له ليش شو مسوي؟ قال لي مصطفى مات ابن عمه هو شبيح بالبلد، قال لي مات نزلت عليه بناي. المهم وانا انكشفت كشفوا ابن عمه وبدي انزل على البلد خلص يعني. ايش طبيعه العمل؟ ايش كانوا مساوين؟ قال تيتلين مجموعة عالم بالمدنية في مدينة حلب ونزلوا على البلد. وهذاك اليوم وهو شاف عبد الغفور واتفقوا هو وياه، وثاني نهار نزل عبد الغفور على حلب لعند النظام وبرك مع شخص يكون هو يمكن معلم ولا محمد الشاب لا محمد قاويرة يعني تابع لهم. مين هو ما بعرف اسمه كمان. لحين قدوم الجيش تزويدكم بالسلاح ورفع العلم السوري وعلى أثر المشاركة في حماية نفسكم وقتل الثوار والمدنيين في الريف الشمالي، بهالفترة الزمنية هي كان لكم نشاط إلا كنتوا بس خضع السن؟ لما انعرض علينا الشغل قام عبد الغفور وابنه كمال يساووا المجموعة ويضبطوها. أول شغلة بدهم يجيبوا السلاح والمال، بس إمتى يجي السلاح والمال ما حدا بيعرف غير هنن. ثاني شغلة صار كل واحد عنده بارودة بالضيعة، سووا مقر قبل ما يجينا محمد قاويرة. قبل ما يجي محمد قاويرة سووا مقر مين؟ كمال ووائل عز الدين. انه هذا لحماية الشخصية بالنسبة للضيعة. الحماية الشخصية بالنسبة للضيعة. انه مشان ما حدا يجي يقرب يعني مثل الحكي. ايش في لهم اعمال سووا بهالفترة هاي؟ ايش سووا بهالفترة استنوا فيها الجيش ليجي؟ قام كمال بعد فترة هون صارت المجموعة وحماية شخصية، طبعا البواريد للحماية الشخصية ما لهم دخل انه لا بالسلاح ولا هذا. قام كمال قال بدنا نعطي احداثيات لصالح النظام، وكمال بيعرف كذا شخصية بالنظام وضباط يعني. الضابط طيار بحماه، ضابط صف متطوع بالأكاديمية في حلب، 2 من الساحل، 1 بجبهة النبل والزهراء، و1 بالشام أمن السياسي بالأمن العسكري اللي هو، وفي ضابط عقيد بكفر حمراء. هدول ال5 كان كمان بيتواصل معهم، وهو يعني الأرقام عنده وهو بيتواصل معهم. كان يزودهم بالأحداثيات. شو يعني هو اللي علاقته معهم كانت فقط بالتواصل بالهاتف اللي جرى لقاء بيناتهم. جرى لقاء مع ضابط كفر حمراء. جرى لقاء مع ضابط كفر حمراء، بعثوا لعنده الضابط
الطيار بحماه، بعته لعنده على اساس مشان انه اذا ما زبط هذا قاويره المجموعه يندار لعند الضابط كفر حمراء. هو بشوف، وبالفعل نزل كمان لعنده بهذه الفتره. ثاني نهار بعد ما بعته نزل لعنده كمال وحكوا مع بعضهم، بالصدفه كان ملتقي الضابط وكمال، وكان معهم شخص ثالث بالراعي. من الراعي كان بيرك معهم. نعم. وكمان عم بيساوي مجموعه يعني خلايا نايمه بالمنطقه بالريف الشمالي. نعم. وعلى حكي كمان انه عددهم كثير ضخم، يعني هدول ضخم كثير، وبده يعني يزودوا الضابط يزودوا بالسلاح والمال، لانه عددهم اكثر من العدد تبعنا نحن، يعني اكثر من عددنا بده يزودهم بالسلاح. وبهالفتره كانت طياره معديه بالجو، كانت رايحه شرق غرب شرق شمال. نعم. وحكينا عليها، قال هي الطائره اكيد رايحه لعند الراعي تاخذ الموقع. طيب الاحداثيات قالكم كمال وابو عبد الغفور انه راح يشتغل بتزويد النظام الاحداثيات. نعم. بهالفتره هي لو وقت ما يدخل الجيش نرفع العلم ونصف مع الجيش ونضرب المدنيين او الثوار في الريف الشمالي. نعم. بهالاثناء ايش الاحداثيات اللي وصلت للنظام عن طريقكم انتم؟ اول شيء وصلت الاحداثيه البراد تبع صندوق. نعم. كانت فيه جبهه النصره. نعم. كانت فيه جبهه النصره وفيه سلاح. وانعطت للنظام. نعم. ثاني احداثيه بالشارع العريض في مدينه مارع. الشارع العريض كان في مقر للثوار وانعطت احداثيته واجت طياره ضربته. نعم. والاحداثيه الثالثه مقر في الشارع العريض في مدينه مارع، والمقر لشخص يدعى الطير من الثوار. نعم. واجت الطياره ضربت المدرسه، ما ضربت المقر، ضربت المدرسه. نعم. البنات في مدينه مارع. نعم. والاحداثيه الرابعه براد تبع بطاطا، تخزين البطاطا في مدينه مارع شرق مارع، على اساس فيه سلاح انعطى بس ما طلع فيه سلاح، وانضرب انه راح فيه شهداء اطفال ومدنيين. تذكر عدد الشهداء المدنيين اللي راحوا؟ 6 يمكن. بحدود 6. نعم. والاحداثيه الخامسه في مدينه حربل، كان في تجمع للثوار واجت طياره ضربت بيوت مدنيه. نعم. ضربت بيوت مدنيه. نعم. نعم. والسادسه مدرسه جبرين، تمركز للثوار في المدرسه واجت الطياره كمان ضربت. نعم. السابعه دبابه معديه على طريق صندف ميرع، كانت معديه رايحه مطار منها وهي للثوار وعلى الطريق في ضياع كفر كلبين اجت الطياره ضربتها. نعم. ودبابه بدها تفوت على مطار منه قبل ما يسقط. مطار منه للثوار طبعا. نعم. دبابه للثوار قبل ما يسقط بدها تفوت ملغمه، بدها تفوت تفجر حالها مطار منه. نعم. وانعطت احداثيتها. وفي كمان قلت لي مركز الثقافي يذكر. في مركز الثقافي في مدينة مارع. مركز الثقافي في مدينة مارع فيه تجمع للثوار انعطى كمان. نعم. للثوار انعطى. ممتاز. في اخر احداثيه واهم احداثيه. نعم. اجاني كمال مره، كنت معزوم عن بيت حماي مو بعيد يعني عن المنطقه. نعم. اجاني كمال قال لي يا محمود بدنا اليوم اعطيت احداثيه وكثير كويسه. قلت له ايش هي الاحداثيه يا كمال؟ قال لي اعطيت احداثيه مدرسه المشاة. قلت له ايش فيها مدرسه المشاة؟ قال لي اليوم كان في اجتماع على الحجي الله يرحمه. مين الحجي؟ حجي عبد القادر الصالح. عبد القادر الصالح وقيادي للواء التوحيد. نعم. قال لي اعطيت احداثيته الساعه 2 وانا شفته لكمال الساعه بحدود 6. نعم. كنت يعني رايح على العشاء وقال لي اعطيت احداثيته بس
بهالفترة قلت له ليش هيك سويت يا كمال؟ يعني ليش؟ خربت بيتنا هيك انت وروحت الضيعة وروحت اهلنا. قال لي اعطيتها وخلصت. ومن هذاك اليوم ما شفت لكمال، اختفى على خالص. وايش كان الناتج عن هذه الاحداثيه؟ قصه بنفس النهار انا شفته على الخبر العاجل انه الحجي الحمد لله يعني بصحة جيدة، بس بعد نهارين ثلاثة تفاجأنا انه استشهد الحجي الله يرحمه. وبالنسبة للمجموعة اللي كانت ألفها كمال وعبد الغفور، كانوا في اثنين يطلعوا يشتغلوا بتوزيع البيض اللي هن من بيت شوكان، أحمد شوكان بن سامي وعلي شوكان بن يوسف. نعم. هدول يطلعوا يوزعوا بيض وتوزيعهم، يشوفوا ايش في أخبار، ايش في يعني وين في مقرات للثوار، ويجوا يخبروا عليها كمال وأبوه. كسؤال أخير، أنت رضيان عن الشيء اللي تبرر منك ومن جماعتك ومجموعتك الخلية النائمة؟ أنا ما رضيان بهالشيء. يعني أنتوا روحتوا مدنيين ظلما وعدوانا بغير حق، انقتلوا بسببكم. أنت إيش بتحكي مع نفسك أو إيش بتحكي مع باقي الخلية اللي لسه على الآن يجري العمل على القبض عليها؟ بالنسبة للخلية خلي يجوا يسلموا حالهم أول شيء، يسلموا حالهم، ورب العالمين يعني إذا ما حيسبون هون بده حيسبون في الآخرة. رب العالمين بده حيسبون في الآخرة. يعني ايش قد بدهم يضلوا هربانين، آخر شيء بدهم يتحاسبوا. بخطية الدماء اللي راحت. خير. والعفو عند المقدرة، وخير إن شاء الله.